تعالي بقى لما أقولك على أسهل وأفضل وأحسن طريقة هتخزني بيها صلصة المحشي وهتقعد معاكي في الفريزر أكتر من سنة، هتخرجيها فريش زي ما هي. قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبكم اوعي تنسوا تشجعونا باللايك. اول حاجه كده هجيب كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السمنه وحته فرشه كده بتاع دهن، وهقلبهم كده مع بعض اسيبهم دقيقتين، وبعد كده هنزل بكيلو من البصل فرمته في الكبه، وربع كيلو من الفلفل قسمته نصه على البصلايه ونصه خليته هنخليه بعدين. اول ما البصله ما تدبل هضيف 2 معلقه كبيره من البابريكا. بعد ما اضيف البابريكا هضيف 5 كيلو من الطماطم، انا طبعا مش مصفيه الطماطم، وبعد كده هضيف بقى كميه الفلفل التانيه، وهضيف ربطتين من الكزبره الخضراء على شبت، وهقلبهم كده طبعا وانا موطيه النار خالص هاديه جدا. هقول لكم بقى على التوابل اللي احنا هنحطها، اكتبها لكم على الشاشه عشان مده الفيديو. بعد ما نضيف بقى كل التوابل مش هخلي الصلصه تغلي خالص نهائيا، احنا كل ده هيبقى على نار هاديه جدا ومش هنسبك الصلصه. السر في التعسيله انها تفضل معاكي سنه كامله، ان الصلصه مش هتتسبك نهائي، كل حاجه هتبقى فريش زي ما هي. يا دوب بس اول ما نحط الاضافات دي هنحطها في الاكياس، نخرجها بقى من الفريزر في اي وقت على قد الوجبه. عايزين بقى هنعسلها من جديد، نضيف شويه توابل مش مشكله، نضيف خضره مش مشكله. ما تنسانيش بقى لو جربتي الوصفه دي وعجبتك ادعي لي دعوه حلوه من قلبك، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله.